السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح أعمل لكم أكلة رخيصة وطيبة كتير مشهورة في بلاد الشام، وخاصة في الشام يعني في دمشق. هي الفتة من الحمص، أو بيقولوا لها التسقية. هي لها اسمين يعني ما في اختلاف عليها. بس فهي بتنعمل بأنواع، يعني هي كانت أكلة الفقرة يعني، بس حمص وطحينة ولبن وخبز بس وشوية زيت بحطوا فوق. فبعدين الناس طوروها، صار معهم فلوس، راح يحطوا عليها مكسرات ولحمة ودجاج وكذا. فبالشام في تقريبا حوالي ممكن يعملوا لك 15 نوع من الفتة ولا التسقية يعني. فأنا راح أقدم لكم نوع رخيص شوي، بس راح أحط عليه شوي بس مكسرات يعني، ولا الباقي كله ممكن أي إنسان يكون عنده موجود في البيت. فلا تابعوني راح فرجيكم. أنا عندي هون حمص مسلوق وخالص، يعني بعد ما نقعته يوم كامل سلقته على مهلي. صار كتير مسلوق وطري كتير. كتير مهم يكون الحمص مسلوق يعني منيح طري، مشان ما يوجع بالمعدة، لأنه إذا ما هو مستوي فيه بروتينات كتيرة فبيطلع قوي للمعدة. وعندي هون زيت مثل ما شايفين، عم حمص شوية لوز. وفينه طبعا الانسان اذا ما عنده لوز ممكن يحط، اللي عنده صنوبر، اللي عنده جوز، اللي عنده كاجو، حسب امكانيات الناس يعني. ولا هي اصلا ما فيها مكسرات يعني. بس حاليا عم نعملها بهذا الطريقه حتى الناس تشوف، اللي ما عنده ما في مشكله. وهون عندي انا خبز، حمصت خبز، لانه بالعاده في كثير حتى باهل الشام بيحطوا الخبز وهو ني، فبيفنش تحت لما بنحط له الصلصه، فبيفنش بيصير كثير طري. هذا بيتم شوي هيك عم يقرمش يعني كثير. وعندي هون حوالي، عملت انا حوالي كوب وشوي لبن. اللبن هو باللغه بالعربي، اللبن هو اصله الحليب اللي بنشربه الشرب يعني مباشره، فالله سبحانه وتعالى سماه لبن. بعدين العرب لما سموه، بعد الناس صاروا لانه عم بيحلوا بالبقره او المعزه الغنمه فسموه حليب. فالحليب هو بيختلف، بس يختلف طعمه يحمض وكذا صار لبن. فعادت الناس فرقت بين الحليب واللبن. نحن ببلاد الشام هذا المخثر يعني هذا بنسميه لبن، السائل بنسميه حليب. فهو بس بمصر يمكن بيختلفوا عليهم، وفي الخليج بيقولوا لهم زبادي ولبن. اللبن عندهم هو السائل، والزبادي اللي هي مخثره. فهلا انا استعملت لبن اللي هو مخثر، ما هو يعني ما هو للشرب الحليب. استعملت لبن حوالي كوب وشوي، وحطيت معهم 4 معالق طحينه. فهلا انا راح اضيف لهم اضافات انا بحبها كثير طيبه، هي مع شويه كمون. الكمون لا تكتروه لانه بيعمل مرار، حوالي هيك لهالكميه حوالي 4 معالق، اللي بيحب كمون اكثر يحط. وراح احط كمان ملح حوالي كمان 4 معلقة، ممكن واحد يزود. عندي توم بودرة، فيكم تستعملوا توم عادي، بس أنا راح أستعمل توم بودرة. وراح أحط شوي كمان فلفل أحمر، اللي بيحب يحط واللي ما بيحب بلا، بس طعمته كتير طيبة مع بعض. وراح عندي هون شوي ليمون عاصره، فراح أحط له شوي حوالي معلقة كبيرة عصير الليمون. هلا راح اخلطهم مع بعض تطلع معي صلصة كتير كتير لذيذة. هي اصل الطعمة في هي الصلصة يعني، ولا الباقي حمص وخبز ما في. بس بعدين الناس مثل ما حكينا طورته كتير وعملت منه كتير شغلات. اهم شيء هلا فينا انا عم بعمل بالزيت، في ناس بتحبها بالسمنه. هو ما بينعمل بالزبده، لازم تنتبهوا الزبده بترجع بتتخسر يعني، فبترجع بتصير سميكه. يا اما زيت زيتون او زيت نباتي او سمنه سائحه، هيدي لازم تكون سخنه نحن لما بنحطها على الاكله. فانا عمليا عندي هذا الصحن شوي كبير، فانا ما راح امليه، راح احط فيه كميه صغيره لانه راح اتعشى منها. هلا راح اطفي عليها لانه الزيت صار حامي كتير، والمكسرات كمان ما بدي هي تحترق، فراح شيلها.
هو لاني عم بشرح لكم انا مفروض يعني الزيت هلا هو حامي نحن نقلبه على الصلصة. فأول شيء أنا راح هلا أحط خبز مثل ما شايفين. راح أحط خبز هون محمص تحت الشيء. هلا راح أحط فوقه صلصة بس غطيهم شوي، ما ضروري كتير. نحركهم شوي مع بعض ونتركهم على هيك. هلا بدي اضيف له حمص فوقه. طبعا لما بتعملوا الصحن بتحطوا الكمية اللي انتم محتاجينها، يعني ما تعملوا مثلا كمية كتيرة وكذا. هلا انا راح احط فوقهم طبقة تانية شوية خبز، وراح احط الصلصة. كتير ضرورية الصلصة هيدي اللي هي تعطيها طعمة زيادة. هلا في ناس بتحط البقدونس معها، انا بحب احط البقدونس فوقها، يعني ارشها مثلا على هذا الشكل، ولا فيكم تخلطوها بتصير قريبة شوي للطراطور. هلا ما بقي عندنا غير شغلة وحدة نحن انه نحط عليها المكسرات وشوي من الزيت الحامي. انتبهوا ما تحطوا الزيت كله، يعني حسب الكمية. على هذا الشكل. وممكن نرجع نحط لها كمان شوية بقدونس، وانا راح احط لها بالاخير شوية حمص على الوش. بهالطريقة راح ناكل ان شاء الله تسقية كتير رخيصة وسهل صنعها، ما بتكلف شيء. واللي ما عنده لوز بلا ولا مكسرات ولا شيء. وطبعا نحن عادة بنقدم مع المخلل، فعادة هي بنتقدم مع انواع مخلل ولا فليفلة تازة، بصل، فجل، اي شيء مقبلات معها، وهي كتير طيبة ولذيذة على هذا الشكل. شايفين ما يعني لا بتاخد وقت الا هي بنقع الحمص وسلقه. نحن ما عم نشتغل، بس بعدين شغلها كتير بسيط. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقة الفتة ولا التسقية الشامية. شايفين يعني رخيصة كتير، بتشبع ومغذية، وخاصة بالشتاء اللي لازم لها بروتينات يعني. واللي بده يزيد عليها لحمة فينه قال لي لحمة، هن بيقلوا لحمة لحالها وبيحطوها فوقها، حتى بحطوا فوق الحمص. هذا كله تكلف، يعني هذا أكل فقراء تركوه للفقراء. الحد بده يحط فيه يعني 100,000 شغلة، ما عادت شغلة فقراء. ما الأغنياء ما خسروا كل الأكل وصار يحطوا هن يتفننوا فيه. بحطوا الدجاج عليه، بحطوا أي يعني أنواع كثيرة ممكن واحد يخترعها ويساويها. بس أنا بحبها على هذا الطريقة. حتى أحيانا ما بكون عندي لوز، لا بحمص لوز ولا شيء، بس حمص والصلصة الطحينة وشوية خبز والمخللات وخلاص، والحمد لله. إن شاء الله تعجبكم، ولا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مطبخ الشيف احمد. مشاهدينا الاعزاء، اليوم وصفتنا عن الفتة. طبعا الفتة في منها انواع وفي منها طرق مختلفة حسب البلد اللي عم يعملها او حسب الشخص اللي عم يعملها. اليوم رح اعمل فتة طيبة كتير على طريقتي، اكيد مشابهة للوصفات التانية، ولكن اليوم رح نحط عليها شاورما اللحم من الاعلى. رح نستعمل الطحينة واللبن، وايضا اكيد رح يكون فيها الحمص والخبز. تابعوا معي هيدي الوصفة طيبة. طبعا مثل ما شايفين عندي لحم تكون طرية، في استعمل الفوفيلة او الفيليه. بدي اقطعها بشكل مثل ما بيقطعوا الشاورما المنزلي. حاول قد ما فيي رفعها لتطلع منيحة مع الفتة. هلا بوعاء عندي اللحمة صارت جاهزة، سقطها بوعاء. بدي تبلها. عندي هون خل العنب الاحمر او خل احمر فيه استعمل عادي. عندي هون بهارات شاورما حضرتها، بتلاقوا بهارات الشاورما اسفل الفيديو خلطتها. خلطة بهارات الشاورما بتلاقوها مشاهدينا اسفل الفيديو، موجودة تحت
بهارات الشاورما تحت عنوان بهارات الشاورما، فيكم تعملوها تحتفظوا فيها لحين الاستعمال. ملح، شوية زيت، فرملة بصل جوانح رفيع. طبعا هلا بدي اضيف هيدا البصل اللي فرمته فوق الشاورما، وبدنا نخلطهم جيدا بهيدا الشكل. خلطة الشاورما مثل ما شفتوا مشاهدينا بسيطة وسهلة، صارت جاهزة. فينا نحطها بالبراد ليلة كاملة أو نعملها قبل بليلة إذا بدنا نحضر الفتة تاني نهار لتاخد طعمة قوية. هلا مشاهدينا رح ننتقل لنحضر خلطة اللبن، خليكم معنا. لخلطة اللبن أول شي عندي توم مشاهدينا. هيدا التوم بدي افرمه ناعم جدا. هلا هون عندي لبن او زبادي حسب تسمية البلد. رح رشله شوية ملح. عندي الثوم اللي فرمته ضيفه. عندي هون طحينة او قراشي اللي هي طحينة السمسم، بيطحنوا السمسم وبيعملوا منه هيدا الطحينة. بدنا نخلط هيدي المكونات. في البعض بحب يستعمل النعنع اليابس حسب الرغبة فيه، انا رح اعملها بدون نعنع. هلا خلطنا هيدا اللبن، المفترض يكون بحرارة الغرفة. نتذوقهم اكيد قبل ما نقدم. تمام، ملحهم تمام، توم تمام. المهم انه تبل هيدا التتبيله واضبط لها ملحها قبل ما اقدمها واخلطها لاحفظ على النكهه المتكامله. عندي هون هيدا الزيت قليت فيه الكاجو وخليته لحطيف شويه زيت مجددا فوقه. وهلا بدي اقلي الشاورما. طبعا رح نقلي كمية حسب استعمالنا ولا اشهى من هيك. طبعا اللحمة ما بدها كتير وقت على النار، دقيقتين بتكون جاهزة لانه منقوعة. عندي هيدا الحمص مشاهدينا، حمص مسلوق جاهز. فيه استعمل المعلب، استعمله مع شوية مي وملح على النار بصير عندي جاهز. تتذوق هيدا الطبق الرائع. عن جد رائعة. تتبيلة الشاورما بهيدا البهارات مع الفتة رائعة. البصل اللي معها رائع. الزيت، زيت الكاجو والزيت من الشاورما ما بحاجة لكمون لأنه الشاورما فيها بهار كمون. أيضا ما بحاجة لنحط سمنة أو زبدة على الوجه لأنه عن جد الشاورما بتكفي. خلطة اللبن مع طحينة رائعة، كلها رائعة الوصفة. مشاهدينا دايما تابعوا هيدي الوصفات وما تنسوا الاشتراك واللايك والشير، واعطينا آرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو. من مطبخ الشيف أحمد، أطيب فتة وأطيب وصفات. إلى اللقاء.